السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدين في أمان الله النهاردة الفجر يا جماعة، اللي هو الفجر امبارح يعني، ولا بينا ولا علينا. طبعا كان لغاية قبل الفجر كده هو كانت في تصريحات كانت طلعت من الصين، قالوا والله يا جماعة كده احنا هنوقف في استيراد الغاز من أمريكا، ولكن برضو في شوية كده عقوبات هنفرضها على بعض الأفراد والشركات. وكانت العملية شوية كانت ملمومة، وفي نفس الوقت كانت البورصات كانت بتتأهب لحدث جلل كان ممكن يحصل بعد التصريحات اللي طلعتها الصين. الساعة 3:45 دقيقة طبعا الناس كلها قاعدة في أمان الله يا ريس، وبسم الله الرحمن الرحيم هوب راح طلع قرار، طلع بيان من الصين زود الطينة بلتين شوية يعني. قال لك يا جماعة احنا هنوقف استيراد الغاز كليا من أمريكا. طبعا الكلمة دي عقبتها على طول بيان طلع من عنده. ما بص لما بيضرب وهو سخن. قال لك احنا كنا بس قايلين هم كان 8-9 شركات هنفرض عليهم العقوبات بتاعت القصة، يعني بتاعت الشركات اللي بتتعامل داخل الجيود الأمريكي، من يعني داخل الجيود الأمريكي جوه الصين، عشان يعني دي تعتبر قرصة ودن والكلام ده. قال لك لا لا لا، كلام الفاضي ده كلام فاضي، مش 9 بقى ولا 8، احنا هنخليهم 19 شركة يا معلم. وراح جاي راح ضارب 19 شركة فرض عليه 19 شركة أمريكية، تمام، فرض عليهم عقوبات. يعني مش عايز اقول لك طبعا الدنيا يعني متطربقه على دماغ المعلم ابو فصاد. طبعا هم قالوا الكلمتين دول، وراح جاي رد قاتل من تحت على طول ارض جو. قال لك والله لقد فرضت امريكا على بعض الشركات، وهي تحديدا هم يعني شركتين او شركه يعني شغالين في مجال الطاقة الشمسية وصناعة الألواح بتاعة الطاقة الشمسية. هي دي بقى الهز، هي دي اللي سمعت في ال5000 يا معلم. اللي أنا بقوله ده اللي سمعت في ال 3500 آسف، 5000 ده محلي. راحوا طلعين لك قرار أوب ضرب، بص ضربة كده، فرضوا على هذه الشركات، أمريكا فرضت على هذه الشركات عقوبات، أو زي ما بقول يعني حاجة كده جزائية تقدر النسبة بتاعتها. تخيل بكام؟ احنا بقى لا هنقول لا 100 ولا 200% ولا 300% يا معلم، ولا يعني هنقول يا سيدي 500%، ومين يزود نقول 800%. لا يا معلم. طب زود شوية نقول 1000%. لا يا معلم. 3051% فرض عقوبات على الشركتين دول. اول ما ضربت الضربه دي انا على طول وانا قاعد، انا بصراحه بامانه ربنا قاعد بتابع، كنت كاتب ان احنا متابعين بقالنا دلوقتي خلاص، ده احنا دلوقتي داخلين في 96 ساعه، يعني 96 ساعه رصد حي عشان نشوف القصه مين بيودي على مين بيودي على فين. نبص نلاقي ان فين طلع لنا كده صاروخ ارض جو 3051% طلع على شركات الطاقه الشمسيه اللي بتصنع الالواح الشمسيه، وهي شركات صينيه. والهدف من التلطيش لان مملوكه لاشخاص سياديين وتقال جدا في الصين. حلو. ايه اللي حصل؟ المضاربين قال لك لا يا معلم شد يلا وقت، كل واحد راح ضارب التاني قلمين، اصحى انت وهو، الحق اعمل الزخم. دخلوا في بورصة امريكا النهارده نيويورك، راحوا مسمعين يا باشا عند ال 3500. تلطيش ما بعده تلطيش لمين؟ للدولار. طب من مين؟ من جوه ومن بره. طيب الموضوع ده طبعا ده هيبقى وضعه ايه وقصته ايه؟ والله العظيم زي ما بكلم حضرتك كده ان احنا قاعدين عمالين بنضرب كف على كف. احنا قاعدين والله العظيم بامانه يعني احنا قاعدين بنضرب كف على كف. ده لا كانت حاجه، ده انا عايز اقول ايه، ده في الكساد العظيم
الكساد العظيم ما حصلتش البهدله اللي احنا بنتكلم فيها دي. يعني في الكساد العظيم على الاقل وقت لما كان بيحصل الكساد كان كله بيحادي على الارنبتين بتوعه والبطتين بتوعه، واللي عنده دولار بيلمه واللي عنده جنيه بيلمه، تمام، وكانت الدنيا ماشيه وفقا للمؤشرات الزمنيه بتاعت القصه اللي انا بتكلم عليها دي. لكن يا فندم لما تيجي تقول لي في يوم وليله، في يعني في ساعه كده اتنين بيلطشوا في بعض والناس نايمه في عز الفجر في الوطن العربي، والناس تصحى الصبح يا باشا تلاقي الذهب بيزغرط، ده احنا سنتنا احنا بصوا. يعني انا بتكلم كده ليه يا جماعه؟ والله انا بتكلم الكلام ده مش عشان خاطر يعني، لكن انا بوضح هو ده الوضع العالمي وهو ده الواقع اللي لا انا ولا غيري ولا اي حد في هذا الكوكب ليه دخل فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. ولازم اقول الكلام ده واوعي بيه الجمهور عشان خاطر بس الناس تبقى معانا في الصوره يا جماعه. احنا كنا بندور بنقول والله ان المراكز الشراء اللي حصلت في ال 3300 3200 كنا بنقول ان هي ممكن تتلم عند هذا المحتوى وممكن يعني شويه، لكن كان من قيمه كام يوم كده كنت منزل ان ممكن الموضوع يوصل ل 3500 والله كاتبها واعتباطا. انا بتكلم الكلام ده ليس له قياس، يعني حته ان انا اقول من قيمه يومين ان ممكن الذهب يوصل ل 3500 والله العظيم كاتبها، يعني كاتبها كده، لكن تتاكد النهارده بدون اي والله يا جماعه انا بص انا بحاول ان انا يعني اتاقلم مع القصه، لان طبعا الكلام ده واجع ناس كتيره جدا وخصوصا في المجال الاقتصادي، لان طبعا يا جماعه الكلام ده بيأثر على الدول الناميه وبيأثر على الدول اللي زي حالتنا وبيأثر على كل دول العالم، ومش هنشوف التبعات دي الا يعني ربنا يستر. لكن ايه بقى توقعي في الفتره اللي جايه؟ يعني انت دلوقتي خلي بالك برضو من ضمن القوى الدافعه اللي حصلت برضو وثبتت المراكز الشرائيه عند الموضوع ده، الصين اشترت 50 طن الشهر اللي فات يا معلم فبراير، وجت في مارس اشترت 50 طن كمان، يعني كده بالصلاه على النبي كده منغنغه نفسها وطالعه زي يعني مظبطه الدنيا بتاعتها و10 على 10. ده بالنسبه للصين. بالنسبه للصين ايه هي مراكز القوه اللي هتلعب عليها في الفتره اللي جايه؟ المعادن النادره اللي عندها هتلطش فيها امريكا شويه، هنخش شويه طبعا في الشركات تحت عابرات القارات طبعا المملوكه لدى الشركات الامريكيه، داخله في زخم بيعي محترم جدا، لان طبعا الصين وجهت لليوان، وطالما ان الصين وجهت لليوان يبقى كده حضرتك ايه الدولار بيتلطش جوه الصين. والصين اعلنت قالت لكل الشركات اللي هتتعامل باليوان يا جماعه داخل المعاملات التداوليه اليوميه، طبعا بس دي حاجات كده بيسمعوها كده يا جماعه، بس اوريكم بس حجم البلطشه اللي احنا عايشين فيها شكلها عامل ازاي. والله يا جماعه الشركات اللي هتتعامل معانا باليوان في الفتره دي داخل التعاملات اليوميه اللي هي خاصه بالتداول يا جماعه، الشركات دي هترفع عليها عقوبات، هترفع من عليها الضرائب مؤقتا لمده لا تقل عن 6 شهور قادمه. يعني الشركات كده بتقول لك يا معلم لا وانا على ايه؟ الفروقات اللي انا باخدها، الفروقات النوعيه اللي انا باخدها ما بين الزخم الطالع واللي داخل اروح ارميه في دولار، لا خليني يابا انا اولى بيا اليوان بتاعي، انا ايه اللي يخليني اروح اتنقل في حته ثانيه؟ طبعا يا جماعه انا بحكي الكلام ده بشكل ساخر لان انا فعلا انا وغيري ومن الناس طبعا يعني عايز اقول لكم بما فيهم الخبراء الامريكيين الخبراء الاقتصاديين مذهولين ذهول قاعدين قرارات تطلع من المكاتب. عايز اقول لك يعني عايز اقول لحضرتك إنا نرى رؤوسا قد تتطاير. لاول مره ملطشه اقتصاديه عالميه من الدرجه الاولى. طبعا الناس اللي بتتكلم في تصحيح وبتتكلم ان في تصحيح جاي وفي تصحيح مش عارف، فندم التصحيح ده مرهون لما الاثنين الكبار يسكتوا، لما يعرف انت لما انت الاثنين الكبار بيلطشوا في بعض، تمام؟ ما هو انت في تصحيح، هو المفروض اصلا احنا عند 15 ابريل من كل سنه المفروض بيحصل تصحيح اسمه التصحيح المرحلي، يعني بيحصل تصحيح تلقائي في هذه الفتره عادي جدا ما فيهاش اي مشاكل، والطبيعي جدا ان يحصل تصحيح في الفتره دي عادي برضك ما فيش اي مشاكل. لكن ان انت يا باشا تبقى انت قاعد شايف ان في مراكز دعم موجوده هتيجي تقول لك خلي بالك والله العظيم في تصحيح هنا هو، وتيجي تبص تلاقي وتاكد ان ده تصحيح بعد منها على طول يا ريس بساعه تلاقي قلم جاي لك ارض جو دب. اصحى
ده في شركه مفروض عليها 3051%. يا نهار اسوح. يلا طبعا الشركه عشان بس يلموا الضرايب دي بس ما بينهم وما بين بعضهم، عقبال ما تتلم يعني التصحيح ده ويكون مع ايه يعني. لسه بقى بنتكلم في قصص تمام، يعني هنتكلم فيها طبعا بشكل تفصيلي وبشكل ايه مرحلي وبشكل ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه. تمام. طيب نيجي بقى للجزئيه بقى بتاعتنا احنا يعني. في برضه حته انا عايز اقولها برضه للناس المتداولين، وده بحكم خبرتي السابقه، بحكم خبرتي السابقه. تمام. والحمد لله الحمد لله اني من التائبين في القصص بتاعت التداول، ولكن بحكم الخبره وبحكم المتابعه الدقيقه جدا جدا جدا، الملعب دلوقتي الحيتان الكبار يا فندم بيجمعوا، هم اللي بيجمعوا. يعني انت اصلا اللي بيحصل ده كله ده تجميع حيتان كبار جوه المدعكه اللي شغاله دي. بمعنى ايه يا دكتور احمد؟ بمعنى ان في عندك 81 شركه يا معلم. الواحد هما كانوا قبل كده كانوا 42 شركه، دلوقتي بقى 81 شركه. 81 شركه يعني بيرقصهم 81 حنتيره. 81 حنتيره. طبعا الحناتير اللي انا بتكلم عليها مش زي المعلم حنتيره اللي قاعد حضرتك في الجماليه، ولا اللي قاعد في منطقه الصاغه، ولا اللي قاعد في قاعد بيشرب الشيشه ويضرب يا باشا يرمي المحل 5000 زي ما احنا شايفين. ولكن لا، ده حناتير يا باشا، حناتير عالميين. تمام. اللي انا بتكلم فيه ده الناس دي بقى يا فندم حضرتك بيجمعوا على صاعد عشان يجي عند مرحله معينه هيشموا ريحه. خلي بالكم في الكلام اللي انا بقوله ده، يشم ريحه بس كلمه تعالوا يا جماعه نقعد مع بعض. يعني سواء امريكا قالت والله ممكن يا جماعه تعالوا نقعد مع بعض مع الجماعه الصينيين، او الصينيين يقولوا يا جماعه ما كفايه لغايه كده، كفايه احنا لطشنا بما فيه الكفايه، وتعالى يا جماعه نتفاهم عشان فيها خراب ومطحنه جايه بعد كده. لو اتقالت الجمله دي من اي تصريح ان شاء الله من تصريح الواد جاك الساعي اللي شغال في مصلحه البيت الابيض الامريكي عندهم هناك، طلع قال بس الكلمه دي من تحت الترابيزه، مع عينك ما تشوف الا النور يا ريس في التصحيح. وهنا ده اللي احنا بنسميه او اللي انا ببحث فيه او اللي انا بتعمق في البحث فيه دلوقتي، اللي احنا بنسميه هل هناك ستحدث فقاعه كبيره في الذهب ولا لا؟ فقاعه اللي هي يا فندم الكبار هيجمعوا ويروحوا عاملين قذف، هيرمي نفسه حضرتك من المركب، يرمي عند مراكز بيعيه مش هتقل عن ال 3500 اللي هو لمس. ايه ده يا دكتور؟ يعني هو ممكن هيزور ال 3500 تاني؟ ايوه ممكن هيزور ال 3500 تاني، لان اي قمه وصل لها في مرحله سريعه، ودي قاعده من ضمن القواعد اللي انا كاتبها بماء يعني التعب والشقه، ان اي قمه بيوصل لها الذهب في مرحله صعود اضطراري، خلي بالك لابد ان يزورها على الاقل مره او مرتين في مراحل تتابعيه لا تقل عن مده سعريه لا تقل عن يوم او يومين. يعني احنا ممكن نبص نلاقي يومين تاني على 3 ايام يومين نلاقي ممكن لامس حضرتك القصه دي. طب لو ما لمسهاش ينزل ويكمل ويرجع تاني يوصل لنفس ذات القمه دي. طب ليه يعني اشمعنى يومين او 3؟ لان هو هنا بيعمل اختبار، بيحاول تاني الاختبار بالدخول الزخم بتاعه، وده بحكم الخبره ان احنا بنشوف الحيتان دايما بتعمل الاختبارات اللي موجوده. هو دلوقتي نزل طبعا بياخد اللي هي الفتره اللي هي الفجوه اللي هي بتاعت السوق الاوروبي، والسوق الاوروبي طبعا هو اللي نزل هت شويه العمليه، نزلها من ال 3500، لكن اول ما بيفتح معانا السوق الامريكي او السوق الصيني مع انك ما تشوف الا النور. يعني معنى ذلك ان دي حركات تتابعيه بيرصدها الحيتان الكبار، والكبار هم اللي بيشتغلوا دلوقتي مش الصغيرين. اللي بيلعب اللعبه الكبيره دلوقتي على مستوى العالم هو كبار حيتان البورصات العالميه اللي داخله دلوقتي بتعمل زخم شرائي عند مستويات تتابعيه مرهونه باختبارات. الاختبارات دي بينزل مع كل مستوى هبوطي في الفتره دي من هنا لكمان شويه كده لحد ما يطلع تصريح تاني، كل مستوى هابط ينزل يشتري ويبدا يعمل زخم بيع تاني فوق عند ال 3500 على اساس ان هو يحافظ على المراكز البيعيه دي لحد لما يبان البيان، ما يطلع الواد مارك او الواد اي حد من الواد زقله
اي حد من العيال بتوع البيت الابيض يسرب بس خبر كده، هو الحقوا يا جماعه دول الصين هتقعد مع امريكا، ساعتها يا فندم نبقى نشوف الدنيا بتاعتنا. هتشوفوا مش تصحيح كبير، ده هنسميه الانتحار الكبير. لكن طالما ان الدنيا ملتهبه ومشتعله ما بين قطبين لسه. طيب يبقى هنا القمم اللي احنا بنتكلم فيها دي قمم ستعاد ليها، سيعاود ليها مره. التصحيح الكبير امتى؟ لسه لما نشوف قرار، لما نشوف حد يشوف لها بيان، نشوف اي مؤشر يطلع. المؤشرات الاقتصاديه كده، المؤشرات الامريكيه كده جابت اخرها مع الدنيا كلها. جروم باول، انا دي الصراحه انا املي في جروم باول، في التلطيشه بتاعت جروم باول. لو جروم باول ما خفضش الفايده اللي جايه يبقى ده كده قلم داخلي الامريكا، يبقى كده نبص نلاقي يا معلم هيحصل تصحيح رسمي في القصه. لو ما خفضش، اسف، لو خفض هيحصل تصحيح، لازم يحصل تصحيح. طب لو ما خفضش هيحصل قلق، هيبدا بدل ما هو بيضرب في الصين هيضرب في جروم باول. هنرجع للقعده الثانيه، ها ايه الموضوع؟ طب نشيله ما نشيلوش؟ طب ده انا هاخد قرار ان اشيله، ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. هيحصل قلق، القلق ده يا فندم هيؤدي الى عدم استقرار. مؤشر اليقين ومؤشر الخوف عندها هيرتفع، حضرتك هيتخطى ال 62، ولو تخطى ال 62 هنبقى في المراكز اللي احنا فيها دلوقتي. توقعاتك ايه في المستقبل؟ ده يا فندم كده انا يعني بصراحه يعني لسه ادينا اهو بنبحث، وتوصل معايا بس مراحل البحث للاماكن اللي انا عايز اوصل ليها، وابدا ان شاء الله باذن الله اقول لحضراتكم الزتونه بتاعتها رايحه فين. اما بالنسبه للذهب المحلي على الله حكايته. الذهب المحلي عايز اقول لحضراتكم يعني اللي حصل النهارده ده طبعا يعني يمكن كتر خيرهم ان هم طلعوا الطلعه دي ونزلوا برده شويه، لكن القصه فين؟ الذهب المستقبلي يا فندم حافظ على الذهب بتاعك، لان احنا ممكن هنلاقي ان الذهب دوت على الوضع ده لو الامور تطورت لحروب جيو سياسيه او جيو عسكريه، يبقى انا اتوقع ان الذهب العالمي على اللونج تيرم مش هيقل عن، انا اسف في الكلمه اللي هقولها، عن ال10. مش عارف اقول اكتر من كده. يعني ممكن ده لو الامور وصلت لمراحل التلطيش العظيم. ليه؟ ايه قياسك على الكلام ده؟ لان احنا حضرتك الفجوات السعريه كلها اللي كانت موجوده هي ماشيه وفقا لمتواليه. فمتواليه على ايه؟ على قرارات شفهيه بين بلدين لسه ما قعدوش مع بعض على بقيه اتفاق، ولازم هيقعدوا مع بعض، لازم يعني لو ما قعدوش مع بعض يبقى هندخل في التراك الثاني اللي هو ممكن يوصلنا لل10 وال8، ونسمع ان الدهب وصل 8 و9 و10000. بس ده مش السنه، يعني مش السنه دي، عشان الناس ما تاخدش الكلمه بس تقول ولا ممكن ولا السنه، يعني حسب قوه القرار اللي بيتاخد. عشان كده احنا بنقول احنا مربوطين بالقرار ما لم تتبدل القرارات والاحداث والمؤشرات التي علمها عند الله وحده، والله تعالى وحده اعلى واعلم وهو علام الغيوب. كل دي اجتهادات شخصيه، وكل دي منتميه لاراء شخصيه من عين حد متابع بدقه وبوضع رؤيه مجهوله. شوف بقول اول مره اقول المصطلح ده، رؤيه مجهوله منسوبه لقرارات يقعدوا فيها او يتصالحوا فيها او يتخانقوا عليها، او مؤشرات او خناقات تحصل ما بين جروم باول وما بين ترامب. كل ده وهو ده السبيل اللي احنا بنبحث عنه. اين القصه بتاعت القصه بتاعت التصحيح اللي هيحصل. نشوف بقى التصحيح بتاعنا ده هيجي ازاي ان شاء الله باذن الله، وافيكم بكل جديد، وربنا يا رب ييسر الامور. وعند اقتراب التصحيح الكبير او المتوسط او التصحيح اللي هو بنسميه اليومي هتلاقوني عمال بقول وبنزل. لكن دلوقتي يا جماعه الوضع لسه يعني صراحه يعني حافظ على الذهب بتاعك ما تبيعش. ايوه حافظ على الذهب بتاعك، الذهب بتاعك للزمن ما تبيعش. والكلام ده اللي انا بقوله حضرتك قايله من ايام تحتمس. الحمد لله، شكرا للناس اللي سمعتنا وثقت فينا. وبالنسبه الله يكون في عون بقى الناس، هنشوف بس اي تصحيح جديد ان شاء الله باذن الله هوفقكم بيه. ولكن ده تحليل ليه وصل الذهب ل 3500. هل ممكن
نلاقيه طلع فوق، ممكن يوصل 3600، ممكن 3560، ممكن 3580، ممكن يوصل ل 3600 ويعاود الاختبار تاني حسب المعطيات اللي انا قلتها لحضرتك في الفيديو دوت. واسف جدا جدا على الاطاله يا جماعه، انا اول مره بصراحه اطلع احلل الوضع، ما اديش توقع، يعني احلل الوضع بس. لكن ان شاء الله خير يا جماعه، وان شاء الله انا متابعكم لحد لما انتهي بس مده البحث بتاعتي وارجع تاني ليكم بالتفاصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.